أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من مؤسسة الحسيني الثقافية. ألتقي معكم الإعلامي والشاعر رضوان، ومعي طبعا صديقي وحبيبي الكاميرا الشقية والجند المجهول الدكتور سعيد عبد الغفار. النهارده طبعا كنا في فعاليات ندوة من أهم الندوات اللي هي فلسطين في القلب من هذه المؤسسة الثقافية. كان معانا حشد كبير، كوكبة كبيرة من الشعراء الأدباء الفنانين الفلسطينيين، كانوا موجودين معانا في هذه الندوة. وطبعا كان معانا شاعر من الشعراء اللي هم الثوريين الممتازين. معايا الشاعر الرائع ماهر نسيم اللي هو الشهير بأسد القصيدة. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ ماهر. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، كل عام وحضرتك بخير. النهارده يعني انت شفت الندوه ديت، وكان عدد الحضور كبير جدا جدا، لان احنا كثفنا فعلا عمليه الحضور والدعوات. فكان النهارده احتفاليه كبيره او فكر مفتوح لدى الجميع علشان فلسطين في القلب. نبسطها. انت حضرتك كنت شايف اللقاء ده النهارده ازاي؟ ان احنا على نفس الخط، يعني ان زي ما حضرتك قلت كده فلسطين في القلب، ومش في القلب كلام. احنا شايفين بلدنا بتعمل ايه، شايفين القيادة السياسية عندنا بتعمل ايه، واقفة بكل ما تملك بخدمة فلسطين، ومش مقصرين في حاجة، وفلسطين اخواتنا وحبايبنا يعني الدفاع عن الهوية العربية. الدفاع عن الهوية العربية. نعم. يعني النهارده زي ما سمعنا المفكرين النهارده اللي كانوا بيتكلموا، والشعراء والقصاصين، كله عايز يوصل احساس ان وابناء فلسطين نفسهم وهم موجودين. وهم موجودين، كلنا عايزين نوصل ان احنا معاكم وفي خندق واحد وانتوا اخوات.